اتقسمت لألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية. ثواني، يبقى الخريطة اتغيرت ولا ما اتغيرتش؟ واحد يقول لي ايه اللي اتغيرت كده؟ خريطة قارة ايه؟ غلط، العالم كله. انت ما ينفعش تعلن انتمائك لحد من الاثنين، هتخسر الثاني. ابوك اللي بيدفع، فلو اعلنت انتمائك لوالدتك مين هيصرف عليك؟ بس ممكن اكلمكم بقى في حاجة. هل اللي انت بتحكيه ده مصدر علينا؟ طب انا اقول لكم حاجة. رئيس امريكا صلوا على النبي. الوحدة التانية بتتكلم عن موضوعين. الموضوع الأولاني اسمه الحدود السياسية، وده خلص. بس ما دام رسمنا حدود بتفصل بين الدول، الحدود تؤدي إلى حدوث مشكلات سياسية. فاحنا هنبدأ النص التاني من الوحدة التانية اللي اسمه مشكلات سياسية. يبقى أنا النهاردة هشرح إيه؟ مشكلات سياسية. ليه ظهرت المشكلات السياسية؟ بسبب ترسيم الحدود السياسية. ولما اجي اكلمك عن المشكلات السياسية، فهلاقي ان المشكلات السياسية دي ظهرت نتيجة ان احنا عملنا حدود سياسية. يبقى الفصل بين الدول بقى بالايه؟ بالحدود. الحدود ادت الى ظهور المشكلات السياسية. والمشكلات السياسية دي لازم اعرف عنها معلومتين: انها مشكلات مزمنة، وانها كلها تقريبا ارث استعماري. وافسر الكلمتين دول. مشكلات مزمنة يعني مش هتخلص، عاملة كده زي المشكلات الزوجية. راجل ومراته اتخانقوا خناقة كبيرة وبعدين اتصالحوا، وبعدين اللي هيحصل هيتخانقوا تاني، وبعدين يطلقها، وبعدين يرجعوا، وبعدين يطلقها تاني. برضه شايف كده اللي انت شايف مفيش مشاكل، وبعدين يرجعوا، وبعدين يتخانقوا. فهل هيجي لحظة من الاثنين دول ما يتخانقوش خالص؟ يبقى المشكلات هنا مزمنة، حاجة ملهاش نهاية. فما فيش لحظة من اللحظات سيختفي من كوكب الأرض المشكلات السياسية. وده ببساطة لأن كل اللي بين دول العالم فيه حدود إيه؟ فالحدود بتؤدي إلى ظهور المشكلات. ولما أرجع لأصل المشكلة فدور دايما ألاقي إن الأصل هو الاستعمار، الإرث الاستعماري. خد بالك أصلا إن المستعمر الأوروبي، الاستعمار الأوروبي رسم حدود. الاستعمار الأوروبي رسم حدود سياسية فين وفين وفين؟ في قارة آسيا، وقارة أفريقيا، وقارة أمريكا الجنوبية. معلش هسألكوا سؤال، هو أنا جاي أشرح إيه النهاردة؟ أنتوا نسيتوا؟ النهاردة أصلا أنا هشرح مشكلتين. النهاردة أنا هكلمكم بالتفصيل عن مشكلتين. مشكلة جوه أفريقيا، والمشكلة اللي في أفريقيا دي هي مشكلة جوه المغرب في مدينتي سبتة ومليلة. دي هتتشرح النهاردة بالتفصيل. ومشكلة تانية هتتشرح في قارة آسيا، بالتحديد في الهند، في إقليم اسمه إقليم كشمير. معلش، يبقى لما هاجي أقول لكم إن في مشكلة في أفريقيا سبتة ومليلة، وفي مشكلة في آسيا إقليم كشمير، المشكلات دي سببها الاستعمار الإيه؟ الأوروبي. يبقى لما أدور على المشكلات كلها تلاقيها إرث إيه يا أستاذ؟ استعماري. يبقى إحنا الكلام اللي إحنا قلناه بنسبته بالكلام اللي إحنا بنشرحه دلوقتي. طيب، المشكلات السياسية دي تصنف إن في مشكلات سياسية، وفي مشكلات سياسية ذات بعد اقتصادي، وفي مشكلات سياسية ذات بعد اجتماعي. يبقى لما اقول لحضرتك احنا هنبدأ دلوقتي نتكلم عن المشاكل السياسية، ففي مشاكل سياسية بس كده فول ستوب، اللي هي مشكلة كشمير في الهند، واللي هي مشكلة سبتة ومليلة في المغرب. ادي مشكلتين. وعندنا مشاكل سياسية ذات بعد اقتصادي هنقولها الحصة الجاية، وعندنا مشاكل سياسية ذات بعد اجتماعي هنقولها الحصة اللي بعدها. يبقى لما اقرا السؤال في الامتحان لازم اكون بحكم هي دي مشكلة سياسية بس، ولا دي مشكلة سياسية ذات بعد اقتصادي، ولا دي مشكلة سياسية ذات بعد اجتماعي. لازم ابقى مركز هي مشكلة ايه بالظبط. فطبعا عشان انا ما لخبطكش خالص، انا النهارده هتكلم عن مشاكل سياسية بس، اللي هي مشاكل سياسية سبتة ومليلة في المغرب، وكشمير في الهند، ودول في قارة آسيا وفي قارة أفريقيا. يبقى المشاكل دي سببها الاستعمار الأوروبي، لأن اترسمت حدود سياسية. مين اللي رسمها؟
الاستعمار اللي احنا كنا بنقوله ليه ظهرت حدود سياسية في القارات دي، فكان السبب هو الاستعمار الايه؟ الاوروبي. وترسيم الحدود يؤدي الى ظهور، وهو ده اللي احنا هنبدأ نتكلم عليه. فهمتوا كده المقدمة بتاعت الدرس ازاي، او مقدمة الدرس والجزء اللي جاي من المنهج، الجزء الثاني من الوحدة الثانية. طب ايه قصتنا بقى؟ قصتنا النهاردة ان احنا هنتكلم عن واحد مشكلة سياسية اللي هي مشكلة ثابتة ومليلة. والقصة والشرح اللي انا هقوله دلوقتي هو يميل بشكل كبير جدا ان احنا بنتكلم في تاريخ اكتر بكتير ما هو كونه جغرافيا. ويشرح التاريخ يا آنسة التواريخ. السؤال اللي انا بسمعه ملوش اي 30 لازمة لما الطلبة يقولوا لي في مادة التاريخ هو احنا بنحفظ تواريخ ولا لا؟ انا مش فاهم السؤال اصلا منك. ازاي انت مش عارف ان بطل الاحداث هو التاريخ نفسه؟ يعني القصة اللي انا هحكيها دلوقتي وهي قصة مشكلة ثابتة ومليلة، هي مشكلة موجودة في المغرب. لما اقول لك القصة دي هتحكيها ازاي؟ مين هم البطل؟ زي كأني بكلمك عن فيلم، فاقول لك فيلم الجزيرة مثلا، ده مين بطولة مين؟ تقول لي ده بطولة احمد السقا وهند صبري يعني في اسامي كده هم الابطال. فلما اقول لك انا هحكي لك مشكله ثابته ومليله، مشكله سياسيه ثابته ومليله، مين الابطال؟ المفروض ان المدرس يبقى معلمك ان الابطال 1956 1975 1985 دول الابطال بتوعك. مشكله ثابته ومليله هي 56 75 85. سمعني. لدرجة ان انا لما بقرأ السؤال في الامتحان والاقي كلمة ثابتة ومليلة فبيبقى كاتب لي في السؤال تاريخ، الرقم اللي هو كاتبه ده هو اللي عرفك الإجابة ايه اصلا. لان ده البطل اللي من الابطال الثلاثة اللي انا بدور عليه. وخد بالك دايما زي اي فيلم في الدنيا له ابطاله ويبقى في ادوار ثانوية جانبية زي اللي حد يطلع مشهد ولا مشهدين ولا حاجة. ففي القصة اللي انا هحكيها دي البطل اللي طالع بدور ثانوي تاريخ سنة 47، يبقى دي أبطالي، وده المشهد الثانوي سنة 47. أنا كده ما اتكلمتش عن القصة ولا قلت حاجة، أنا بس عرفتك إيه الموضوع. وخد بالك هو مادة التاريخ بتتذاكر كده وبتتشرح كده، وهو ده العلم التربوي اللي بيقول لمادة التاريخ تبقى إزاي. بص بقى يا أستاذ يا محترم، تعال نتكلم عن قصة ثابتة ومليلة. دول مدينتين في المغرب، أدي مدينة ثابتة وادي مدينة مليلة. المدينتين جوه دولة المغرب، الاثنين بيطلوا على البحر المتوسط، الاثنين مساحتهم قد بعض 20 كيلومتر مربع. يعني مساحات دول المدينتين مساحتهم قد بعض. بس لما اجي ابص لاهمية كل واحدة هلاقي طبعا الاهمية الاساسية لمدينة ثابتة. اشمعنى مدينة ثابتة هي اللي اهم؟ لاني لما ابص على الخريطة الاقيها عند مضيق جبل طارق، فتبقى مدينة ثابتة لها اهمية استراتيجية، لان بالبلدي هي دي المدينة اللي من عندها بيحصل التحكم في مضيق جبل طارق من ناحية دولة المغرب. يعني لو انا ماشي في البحر المتوسط فانا ماشي في البحر المتوسط في المياه الايه؟ انا ماشي في البحر المتوسط في المياه الدولية. ولما هخرج من البحر المتوسط اوصل للمحيط الاطلنطي فلازم اعدي على المضيق، فلازم اخش جوه منطقة مياه اقليمية، يخش من ناحية اسبانيا يخش من ناحية المغرب، فيبقى المضيق بيتحكم، المسطح المائي يبقى ضيق. وفي الحالة دي يا أستاذ أنت دخلت مياه إقليمية فبتدفع، فله أهمية وقت السلم زي ما أنت شايف. يبقى هي دي اللي ادت المغرب الأهمية الاستراتيجية بتاعتها. حلو الكلام، مدينة ثابتة أهم من مدينة مليلة. ولكن الخبر اللي حضرتك لازم تعرفه إن أنا عندي استعمار أسباني للمدينتين دول، وهذا الاستعمار الأسباني منذ القرن ال15. علشان كده يا فندم في ملحوظة خطيرة، ان القصة اللي انا بشرحها لحضرتك النهاردة او القصة اللي انا هشرحها لحضرتك النهاردة، قصة ثابتة ومليلة مشكلة سياسية، هي اقدم المشاكل السياسية، لان اصلها بيعود للقرن ال15. انا عايز اقول لك ان تواريخها اللي هتتشرح القصة فيها كام 56 75 85 كله 1900. يعني ده القرن الكام؟ يعني احنا بنحكي عن مشكلة يا جماعة بدأت من القرن ال15، ولما هنحكي قصتها كلها قصتها في القرن ال20. يعني القصة دي بقالها أكتر من 5 قرون، واحنا كمان دخلنا القرن ال21 وبدأنا في القرن اللي بعده. فاهمين؟
وبناء عليه انتبه لي كويس جدا جدا، في خناقة على مدينة سبتة ومليلة، وبالتحديد على سبتة. ليه أسبانيا مش عايزة تسيبها؟ بسبب أهميتها الاستراتيجية، لأنها بالنسبة لها في سيطرة كاملة. تاني، في سيطرة كاملة على المضيق، بقت أسبانية. تاني، المضيق ده مضيق جبل طارق، مين الدول اللي بتطل عليه؟ أنا أقول بتطل عليه مغرب وأسبانيا، لكن مين اللي بيسيطر على المضيق كله كده؟ ما سمعتش؟ أسبانيا، لأن هي محتلة مدينة المغرب ولا مدينة سبتة؟ أنا ما يلزمنيش المغرب في حاجة يا ابني. وأحب أقول لحضرتك إن مين محتل المغرب أصلا؟ فرنسا. الاحتلال الفرنسي في مراكش اللي مقرر عليك في منهج التاريخ. ويبقى ده لما نحب نتعامل معاه يعلمنا إن إحنا لو ما كناش هنقول ألفاظنا بدقة هنبقى بنهبل. المغرب فيها 2 استعمار، فيها استعمار فرنسي لمراكش المغرب كلها، وفيها استعمار اسباني من القرن الكام؟ لكم مدينة؟ مين ومين؟ سبتة ومليلة. مين اهم فيهم؟ لان لها اهمية استراتيجية. فلازم تتعامل مع المغرب دي ان فيها 2 مستعمر. كده انا عملت لك الصورة العامة لايه هي سبتة وايه هي مليلة عشان تبقى شايفهم كده وعارفهم. الاستعمار اسباني، الاثنين بيطلعوا على البحر المتوسط، الاثنين نفس المساحه، الاثنين الاستعمار الاسباني من القرن ال15. قدام عينك معلومات ثابته عن الاثنين. طب تعالى بقى نحكي القصه. احكي قصه سبتة ومليلة. مشكله سبتة ومليلة في المغرب. او مكتب الابطال 1956 1975 1900. وما ننساش ان في مشهد ثانوي كده 47. ايه اللي حصل يا فندم؟ اللي حصل سنة 56 استقلال المغرب من الاستعمار الفرنسي. على فكرة التاريخ ده حتى مقرر عليك في منهج التاريخ، اللي هو استقلال مراكش سنة 56 بعد دور السلطان محمد الخامس، مقرر عليك في منهج التاريخ. بس انت دلوقتي ادركت حاجة، ان هذا الاستقلال يعني ان المغرب بقت مستقلة استقلال كامل ولا ناقص؟ ناقص كام مدينة؟ سبتة ومليلة، فيهم استعمار ايه؟ اسباني. فهنبدأ نروح نكلم مين يا فندم؟ نقول لها سنة 56 ما تمشي بقى ونشغل لها يا رب كمل فرحتنا، تم علينا الفرحة بقى عشان تمشي انت، عشان نستقل بقى، ولا انا كلامي غلط؟ طيب نقوم نقول لأسبانيا امشي من سبتة ومليلة سنة 56، نفس السنة اللي مين مشيت؟ فرنسا. تقوم أسبانيا توافق ولا ترفض؟ ترفض. وتقوم قايلة السبب ولا تقوم قايلة الحجة؟ خد بال حضرتك، لو قالت الحقيقة تبقى قالت السبب. هي أسبانيا رفضت تمشي ليه من سبتة ومليلة؟ بسبب الأهمية الاستراتيجية، لأن دي الحقيقة. لكن هي هتقول لا عشان الموقع الاستراتيجي، ولا هتقول كلام تاني؟ يبقى إذن اللي هتقوله أسبانيا دلوقتي هو سبب الرفض ولا حجج الرفض؟ وما دام حد بيكلمك في الحجة يبقى بيكذب. رفضت أسبانيا تمشي من سبتة ومليلة سنة 56 بكم حجة؟ ب3 حجج، كلها حجج واهية. يعني إيه واهية؟ حجج تعبانة، حجج فارغة، كلام فاضي يعني. الحجة الأولى هي حجة التقادم، هشرح لك دلوقتي يعني إيه. والحجة الثانية إن 60% من السكان اللي موجودين في سبتة ومليلة أسبان. خد بال حضرتك، أنا بقول 60% من سكان المغرب ولا المدينتين؟ أنا بتكلم على 2 cities، بتكلم على المدينتين بس، مش بتكلم إن سكان المغرب بقوا أسبان، أنا بتكلم على المدينتين دول بس. الحجة الثالثة إن المدينتين اللي هم سبتة ومليلة غير مسجلتين في تقرير الأمم المتحدة اللي صادر سنة 47 إن فيهم استعمار. يعني أنت لو سألتني إيه السبب الثالث هقول لك السبب الثالث التقرير البايظ اللي مطلعه منظمة الأمم المتحدة. يلا اشرح لك واحدة واحدة. رفضت أسبانيا إنها تمشي، ولما أسبانيا رفضت تمشي سنة 56 اللي هي نفس سنة استقلال
مغرب من الاستعمار الفرنسي. نفس السنة رفضت انها تمشي بكام حجة؟ واحد، التقادم. لما تروح تقول له واحد يمشي من هنا، يقول لك يا عم انت لسه فاكر، ده احنا من القرن ال15. طب هل التقادم ده موجود في القانون؟ موجود في القانون، بس موجود في القانون لما اكون انا ما بطالبش بحقي. بمعنى لو انت جيت احتلتي شقتي، قعدت في شقتي في بيتي، فالمفروض تاني يوم اعمل ايه؟ اعمل لك محضر. طب لما ما اعملش محضر واقعد 50 60 سنه، وبعد 60 سنه اروح للقاضي واقول له فلانه دي قاعده في بيتي، يقوم القاضي يقول لي وانت افتكرت بعد 50 سنه تعمل محضر؟ انا كنت بطالب ولا كنت ساكت؟ ساكت. فمن هنا يبقى في تقادم. لكن اخواننا في المغرب اللي عندهم استعمار اسباني من القرن ال15 1400، واخد بال حضرتك، هل هم كانوا ساكتين الفتره دي كلها لا يطالبوا بالاستقلال ولا كانوا بيطالبوا؟ بيطالبوا. فانا طالب 100 سنه، 200 300 500 700، ما ينفعش بعد مده طويله تقول لي تقادم، لان انا ما بطلتش لحظه اطلب حقي. فاهمين يا جماعه؟ فحجه التقادم دي كلام فاضي، حجه وهي. الحجه الثانيه، انتوا عايزيننا نمشي دلوقتي من سبته ومليله، ومعظم سكان سبته ومليله 60% اسبان، طب نوديهم فين؟ نسيبهم لكم؟ لا يا اختي، خديهم معاكم وانت ماشي. يعني امشوا حضرتكم، ارجعوا بلدكم وخدوا بعضكم وامشوا ويهاجروا معاك ويرجعوا. سيبوهم وهنعاملهم على انهم اجانب مقيمين، صح؟ يعني لكن ان الاداره والحكم في سبته ومليله لازم يبقى اداره ايه؟ مغربيه. فيقول لك لا انا 60% من السكان اسبان. مش فاهم انا ايه 60% من السكان اسبان يعني؟ اي هبل يعني، اي كلام. 3 بقى، 3 دي بقى هي الضحك كله. واللي سبب في النصيبه اللي احنا فيها دي الامم المتحده. سمعني، مين السبب؟ الامم المتحده يا عم منظمه دوليه فتحت سنه 45، هتبقوا تاخدوا الموضوع ده بعدين في الوحده الرابعه. فقالت اما اعمل حركه كده، يعني اما اعمل ريبورت، تقرير. اعملي يا اختي تقرير امم متحده. قالت انا هكتب اسامي كل الدول وكل المدن اللي فيها استعمار، فاقول مدينه كذا فيها استعمار كذا، ومدينه كذا فيها استعمار كذا. ده فين؟ في العالم. يبقى احنا بنطلع تقرير. سمعني، بنطلع مين اللي بتصدره؟ الامم. التقرير ده بيقول اسم المدينه واسم المستعمر، اسم المدينه واسم المستعمر، اسم المدينه مستعمر. التقرير ده طلع سنه كام؟ طلع سنه كام؟ 47. اقوم يا اختي اجيب نسخه من التقرير واقراه. المفروض ان انا الاقي مدينه سبته ومليله واسم المستعمر اسبانيا، صح ولا انا غلطان؟ ردوا. اجيب يا اختي نسخه من التقرير افليه كلمه كلمه ان انا الاقي سبته مليله استعمار اسباني، مفيش. يبقى لم يذكر في هذا التقرير ان في استعمار اسباني في سبته ومليله، وكأن التقرير بيقر ان سبته ومليله بقوا بتوع مين؟ اسباني. انتوا معايا ولا لا؟ يعني التقرير ده بيقر بالتقادم. كارثه بكل المقاييس، كارثه. لان الاستعمار بقاله من القرن الكام؟ من القرن الكام؟ الامم المتحده ما اعتبرتش ان ده يبقى استعمار اساسا، وما كتبتهاش في التقرير، او تقرير غير دقيق. وهنا هنلوم مين؟ هنلوم الاثنين. هنلوم الامم المتحده اللي بتطلع تقرير غير دقيق، وهنلوم المغرب ان الحكومه المغربيه كان يجب عليها انها تراجع هذه التقارير. ما ينفعش يطلع تقرير عن دولتك يا سياده الرئيس، انا بكلمك على انك رئيس. انتوا نسيتوا انا بشرح ازاي ولا لا؟ ما ينفعش يطلع تقرير عن بلدك، او المفروض ان بلدك تذكر جواه وما تراجعوش، لان انت كده بتضيع حقك. وهو ده اللي حصل بعد كده لما جت اسبانيا. قامت قايله ايه؟ قامت قايله ايه ده؟ هو انتوا عايزيننا نمشي من سبته ومليله علشان دول بتوع المغرب؟ لا، دول بتوع اسبانيا. حتى اسالوا تقرير الامم المتحده، المدينتين غير مسجلتين ان بهم استعمار. صلاه النبي، انت بتستعمني؟ بيستعموك بجد، بيستعموك بجد. الموضوع ده عمل شبه ايه؟ انت اسمك ايه؟ ايه؟ ليلى ايه؟ استاذ مجدي، بابا ليلى يجي بره يسال دلوقتي عليه، ها
ليلى بنتي موجوده ولا لا. فالمفروض طبقا للتقرير ان ليلى موجوده، فالتقرير بره اللي هو تقرير الحضور، فالتقرير غلط، ما كتبناش انك موجوده. يبقى التقرير دقيق ولا غير دقيق؟ فاستاذ مجدي يقول لا انا بنتي موجوده، انا بنتي ما بتزوغش، انا بنتي ملتزمه، انا مش انا هدخل هنا مش... يوم ندخل نلاقي ليلى، يبقى ليلى موجوده اهو، خلاص اهو. يبقى ايه اللي صح وايه اللي غلط؟ الحقيقه بتقول انها موجوده والتقرير فيه ايه؟ لكن ينفع استاذ مجدي يخش يقول طب انا ليلى مش موجوده، هو انا ليلى اهو بنتك انا موجوده، ولا التقرير بيقول لك مش موجوده؟ ينفع كده؟ ما ينفعش طبعا. اللي نبقى شايفينه بعينينا ما ينفعش بعد كده نرجع فيه التقارير. في استعمار اسباني في سبته ومليله الناس كلها شايفاه. انتوا فاهمين احنا بنتكلم ازاي؟ فده تقرير فاشل وبايظ ومنال بستين ليله. تاني هات من الاول. قصه سبته ومليله دي اولا خناقه على سبته اكتر ولا على مليله اكتر؟ سبته طبعا، لان لها اهميه ايه؟ استراتيجيه. وعلى فكره عايز اقول لك انك عشان لمعلوماتك يعني انك تعدي من المغرب لاسبانيا من المضيق الحته دي كده 26 كيلو. يعني ده اكبر اقتراب من يابس افريقيا ليابس اوروبا. اوروبا وافريقيا بيقربوا جدا من بعض كام كيلو؟ 26 كيلو عند مضيق جبل طارق. فحاجه يعني بسيطه جدا، حاجه صغيره جدا. 26 كيلو حاجه يعني حاجه قد كده. طب ركز بقى في اللي انا بحكيه لحضرتك ده. ركز في اللي انا بحكيه لحضرتك ده. ان القصه بتتحكي 56 75 85. لما انت تشوف 56 دلوقتي تفتكر ايه؟ تفتكر ان مين استقلت؟ من الاستعمار الايه؟ الفرنسي. وطلبنا من مين؟ انها رفضت بسبب ولا بحجج؟ كم حجه؟ اول حجه كلمه واحده. تاني حجه كم في المية من السكان؟ اسبانوا موجودين في المغرب ولا في المدينتين؟ ايوه ركز في كل تفصيله ارجوك ما تغلطش. كل تفصيله ما تغلطش. 3 المدينتين غير مسجلتين. المدينتين في تقرير اللي صادر سنه كام بقى؟ 47. اللي صادر من سنه 47. تمام؟ ان فيهم استعمار اسباني. كارثه بكل المقاييس. وعملوا ايه يا جماعه بتوع المغرب؟ قالوا تعالوا نتجاوز هذا الموضوع بقى. ليه بقى؟ مش عايزين نبوظ فرحتنا. ما تنسوش يا جماعه ان احنا فرحانين جدا اليومين دول بسبب الاستقلال من الاستعمار الايه؟ الفرنسي. وصبرنا لحد سنه كام؟ وصلنا لحد سنه كام؟ 75. وسنه 75 هتبدا المغرب تتحرك وتروح للي كان السبب. هو مين اللي كان السبب؟ الامم. التقرير البايظ اللي مبوظ الحكايه. وتروح المغرب لمنظمه الامم المتحده. والمغرب تدخل للامم المتحده وتقول لها ايه؟ المغرب تدخل للامم المتحده وتقول لها ايه؟ تقول لها يا يا متحده مطلوب من حضرتك مطالبه اسبانيا بالرحيل عن مدينتي سبته ومليله. اشمعنى الامم المتحده لازم تطلب؟ لان انت اللي طلعتي التقرير اللي بيقول ان مفيش سبته ومليله، ان مفيش اسبانيا في سبته ومليله. فلما انت اللي تكلمي اسبانيا يبقى احنا كده بنرجع تاني الوضع الدولي اللي بيعترف بان احنا عندنا استعمار. فاهمين يا جماعه ولا مش فاهمين؟ وصلت؟ الامم المتحده لا عينيا يا اختي انت تأمري سلام. فرحت الامم المتحده تلاقي اسبانيا نعم يمشي من سبته ومليله. اسبانيا لها لا مش ماشيه. فقامت راح الامم المتحده قايله للمغرب انا قلت لها وقالت لا. بس كده. طب هل الموقف ده ملوش مكاسب؟ له مكسب. اعتراف الامم المتحده تاني هو احنا ما وصلناش لحاجه يا جماعه هو ما فيش حاجه اتغيرت. بس على الاقل تاني رجعت الامم ترجع تقول ان في استعمار اسباني فين؟ لان الكلام ده كده موقف ده بيلغي كده كلام الايه؟ التقرير. بيلغي كلام التقرير بتاع 47. فاهمين يا جماعه القصه؟ طب جميل حلو زي الفل. ماشي زي الفل. حتى المغرب وهي ماشيه كده مجلس الامن يوم طالب يقول لي مين مجلس الامن ده؟ هيئه تابعه للامم المتحده. بيدي نصيحه للمغرب. بينصح المغرب انها تقعد مع اسبانيا ويحلوها
حوار. حلوها بالحوار، اقعدوا انتوا مع بعض كده. يعني في نصيحة من مجلس الأمن. معلش يا جماعة، هو مين مجلس الأمن؟ هيئة تابعة للأمم المتحدة. سمعني. بينصح المغرب انها تحل الموضوع مع اسبانيا. يعني يبقى الحل هنا في طرف دولي ولا هم قاعدين مع بعض بس؟ قاعدين مع بعض بس. يعني اتفاوضوا انتوا مع بعض، اتفاوضوا انتوا مع بعض، بلاش تدخلوا طرف تاني يحاول يحل. حاولوا انتوا بالمفاوضات تحلوها مع بعض. دي نصيحة مين؟ نصيحة مجلس الأمن اللي هو هيئة تابعة للأمم المتحدة. نصيحة مين؟ سمعني. اللي هو هيئة تابعة. يبقى الزيارة دي سنة 75 بتاعة المغرب هناك، هل احنا حققنا فيها أي مكاسب على الأرض؟ لا، ولكن عملنا منها مكسب سياسي. ايه المكسب السياسي اللي احنا طلعنا بيه؟ ان احنا رجعنا تاني اعتراف الأمم المتحدة بوجود استعمار اسباني لثابتة. وطلعنا بنصيحة مين؟ نصيحة مين يا ولد؟ مين مجلس الأمن ده؟ هيئة تابعة للأمم المتحدة. نصيحة إن الموضوع يتحل بمؤسسة دولية ولا يحلوها بالحوار مع بعض؟ بالحوار مع بعض. 75. فأصبحت أنا قاعد في امتحان آخر السنة، قريت في السؤال كلمة ثابتة ومليلة، فبدأت أدور على أدوار البطولة، فبدأت أدور في السؤال على التواريخ. فلو لقيت تاريخ 56 هعرف إن هو بيكلمني عن الحجج الثلاثة، ولو لقيت 75 هعرف ان هو بيكلمني عن مجلس الامن واعترافه بالموضوع، او دور الامم المتحده، او مجلس الامن لما ادى النصيحه بتاعت ان احنا نحلها بالحوار. ولو لقيت 85 اعرف انه بيكلم في ثالث موضوع واخر موضوع، وكله انتبه معايا. 85 اللي بيحرك الاحداث في التاريخ التواريخ. التاريخ اللي بيتكتب لك في اي سؤال في امتحان التاريخ. طب انت بتقرا السؤال كده ده وسنه كذا، ما بتبصش انت عليها، ما بتهتمش بيها. انا عايز اقول لك تكمن الاجابه في هذا التاريخ. وصولك للاجابه من التاريخ ده زي ما انا بعلمك كده بالظبط معايا. 85 مين المغرب عملت ايه؟ المغرب ما عملتش حاجه. 85 اللي عمل سنه 85 اسبانيا. ركز في الكلام يا ابني. 85 مين اللي عمل؟ عملت ايه؟ طلعت قانونين. يبقى 85 اسبانيا طلعت 2 قانون جوه المغرب. القانون 1 والقانون 2. القوانين اللي اصدرتها اسبانيا. القانون الاول بقى بيقول لك ايه؟ كله بقى ينتبه معايا ارجوكوا ركزوا. القانون الاول بيقول لك ايه؟ تحكم اسبانيا مدينة ثابتة ومليلة حكم ذاتي. يعني ايه يا مستر حكم ذاتي؟ هفهمك دلوقتي. طب القانون الثاني، وارجوكم القانون الثاني ده لما هكتب اول كلمة ما ينفعش اكتب الثانية غير لما نقف عند اول كلمة دي. مين اللي بيتكلم؟ القانون الثاني بيقول لك ايه؟ الاجانب. لحظه واحده بس، لحظه واحده. الاجانب اللي عايشين في ثابته ثواني بس، هو مين اللي بيتكلم؟ فلما بتقول الاجانب فبقت بتقصد بمين اجانب؟ يعني المواطن المغربي جوه ثابته ومليله بدايه من سنه بدات اقول عليه أجنبي. هر أبيض على الكلام. انتوا متخيلين يا جماعة؟ يا فندم أنا لما أخش بيتكم مهما قعدت في بيتك أنا اسمي ضيف تقيل، ضيف رخم، ضيف مبلط في الخط، ضيف بس في الاخر انا جوه كلمة ضيف، وحضرتك صاحب بيت. ولو انا بسرق بيتكم يبقى انا ضيف حرامي، او انا مش ضيف خالص، او انا راجل حرام، صح؟ لكن لما اوصل بيا الامر ان انا اقول ده بيتي،
وانت اللي ضيف. شفتوا الآية اتقلبت هنا ازاي؟ 85 تاريخ قلب للموضوع 180 درجة، لأن أسبانيا وصلت من البجاحة إنها توصف المغاربة بأنهم أجانب. أنت مستوعب الكلمة؟ الأجانب اللي عايشين في سبتة ومليلة، المقصود بالأجانب دول مين؟ أهل المغرب. مالهم بقى؟ عشان يقعدوا في سبتة ومليلة لازم ياخدوا إذن إقامة مدته 5 سنوات، لا وإيه؟ وقابلة للتجديد. يعني مبدئيا كده حضرتك راجل مغربي وعايش في سبتة ومليلة، بيتك جوه سبتة أو مليلة، تروح تاخد إذن إقامة وحاجة من اتنين، يا نوافق يا نرفض. لو رفضنا تاخد بعضك كده وتعزل وتطلع بره سبتة ومليلة، روح اقعد في المغرب. طب ما أنا في المغرب، لا سبتة ومليلة دي مش مغرب خلاص. تمام؟ ولو وافقنا هنوافق لك على طول ولا 5 سنين؟ إذن إقامة 5 سنين، بعدهم بقى يا تعجبنا ونجدد لك يا ما تعجبناش وما نجددلكش وتطلع. يا جماعة بصوا، ليفل بجاحة، ليفل الوحش. خلاص. وأصبح الكلام ده معناه إن حضرتك لو طلعتي السياحة المغرب، تفسحي في المغرب، فبقى من حقك إنك تزوري كل المدن المغربية، بس مش هتعرفي تزوري ولا سبتة، لأنها بقت رسمي أرض أسبانية. يعني سنة 85 دي لو أنا بحسب مساحة أرض أسبانيا، أزود مساحة أرض أسبانيا 40 كيلومتر مربع، اللي هم 40,000 20,000 و20,000. تمام؟ انتوا مستوعبين يا جماعة؟ فانتوا بتتكلموا في ايه البجاحة دي؟ ايه قلة الأدب دي؟ وطبعا ده معناه خلاص ان الحكم بقى حكم ايه؟ ما عادش فيه أي وجود للحكم المغربي جوه سبتة شكرا، الموضوع ما عادش يخصكم في حاجة. رد الفعل على الكلام اللي أنا بحكيه ده، يعني القوانين اللي طلعت دي رد الفعل عامل ازاي؟ اقول لك الشعب المغربي ما سكتش. رد الفعل بتاع الشعب المغربي كان عنده وعي مش طبيعي. ازاي انتوا مجانين؟ ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ اساسا بقى المواطن المغربي صاحب الارض يتحول الى اجنبي، والاجنبي المستعمر المحتل الدخيل الكلب الحقير يتحول الى صاحب ارض، وكده بجحة عيني عينك. ما سكتوش. تقول لي هم وصلوا ليه؟ ما وصلوش لحاجه، ولكن هنا بيسجل التاريخ موقفهم ان هم رفضوا الكلام ده. وبعدين يقول لك طب وبعدين اقول لك، احب يعني اقول لك حاجه مش لطيفه قوي، ان هذه المشكله لا تزال قائمه حتى الان، وحكومه المغرب ما بتفتحش الموضوع، لان البلدين ولا اسبانيا بتفتح الحكايه ولا المغرب بتفتح الحكايه، لان البلدين عايزين يحافظوا على العلاقات الوديه بينهم. فالموقف بتاع الحكومه متخاذل، موقف الحكومه متخاذل مليان بالمشاكل، لا يعبر عن الوضع اللي المفروض تكون موجوده عليه. وبناء عليه قارن لي بين الموقفين، موقف الشعب اللي صار واعترض، ما تكلمنيش عن النتائج يا جماعه، ولكن في الاخر ده بيقاوموا استعمار. او اسال سيادتك سؤال، مشكله سبتة ومليلة لما تقرا هذه الكلمه في امتحان اخر السنه، انت بتشوف ايه؟ ايه الحاجه اللي انت بتشوفها قدامك؟ تواريخ كم وكم وكم؟ 75. وكل تاريخ هقراه في السؤال هياخدني كده للحدث اللي المفروض ادور عليه واشوف قصته ايه، ولا انا كلامي غلط؟ وهو ده اللي المفروض يحصل لحضرتك في كل المنهج بتاع مادة التاريخ. فلو ما كانش المنهج بيتشرح لك بالطريقة دي، فمطلوب منك ان انت وانت تذاكره بالطريقة دي. فلما تفتح درس شوف ايه اول احداثه وايه اخر احداثه، وخلي التواريخ ابطال. البطل هو كذا وكذا وكذا، ولو تاريخ كده فرعي يبقى دور ايه؟ ثانوي. ومن هنا يا جماعه نروح لاعظم حاجه في اللي انا بعلمه لكم ده، ان انا دلوقتي كمان شويه هبدا احكي لك مشكله كشمير. فلما هشرحها غير طريقه الشرح ولا هي الطريقه؟ فهيبقوا مين الابطال؟ فلو طلع تاريخ مقرر يبقى انا عرفت ان في نفس السنه دي كان في حاجه بتحصل في المغرب وكان في حاجه بتحصل في الهند. صح ولا انا كلامي غلط؟
فيصبح الربط هنا مش محتاج مدرس، التواريخ بتعمل كل حاجة. كأني بقول لك فيلم الجزيرة أحمد السقا، وأقول لك فيلم تيتو أحمد السقا، فأنت هنا عرفت إن هنا في السقا وهنا في السقا، فالاتنين يبقوا عامل مشترك. انتوا فهمتوا يا جماعة؟ الربط في التاريخ مش محتاج مدرس، محتاج طالب لما كان بيذاكر أو مدرس لما كان بيشرح كان بيدي النجومية للتواريخ بس كده. فأنا بعلمك تعملها أنت إزاي بس، مش أكتر من كده خالص. خلصنا القصة دي. بص كده بصة كده معايا هنا على هذا الدرس. الاقي ادي مدينه سبته ومليله، موقعهم على الخريطه. المسافه دي كام كيلو؟ 26 كيلو، صح؟ معلش عايز اقول لكم حاجه، انتوا عارفين 26 كيلو دول 26 كيلو دول كام ميل تقريبا هم كام ميل؟ معلش ركزوا بس في الكلمه، هم تقريبا كام ميل؟ هم الميل، لا الكيلو و400 يعمل ميل، يعني الميل كيلو و400، فدول 26 كيلو، يعني دول تقريبا 18 ميل. حلو كده الكلام؟ طب احنا متعودين ان كل دولة بتاخد 12. طب هل انا لو طبقت هنا ان احنا اتفقنا ان المنطقة دي كده 26 كيلو، خلاص؟ لو كل دولة من دول خدت ال 12 ميل ينفع؟ لأن هم تقريبا كم ميل؟ 18 ميل بس. يبقى هنا يا جماعة كل دولة هتبدأ إنها تاخد مساحة أقل من 12، لأن إحنا مش قادرين نوصل لأن المسطح ما كان واسع ولا ضيق؟ شفتوا بقى شفتوا الموضوع لما بيضيق بيوصل لمسافات قريبة قد إيه؟ طب عايز أقول لكم حاجة كمان. دي الخريطة بتاعت الدرس ده في كتاب الوزارة. لما تيجي تتأملها كطالب عندك نظرة شاملة. طب هو الراجل هنا عمل ايه؟ قال لي ادي مدينة سبتة وادي اسبانيا. طب يعني يبقى ده مضيق جبل طارق، يبقى انا لو قسمت دي بالنص كده اللي هم 26 كيلو، يبقى دي 13 كيلو ودي 13 كيلو، اللي هي اقل 13 كيلو دي تقريبا 8 ميل و8 ميل او 8 ميل ونص و8 ميل ونص. ماشي. عرفت هو اداني الخريطه دي ليه؟ عرفت هنا انه وراني سبته وراني مليله هنا كمان. يا مستر انت عايز تقول لي انت تعبتنا معاك؟ والله انت تعبتنا. اقول لك بقى، انا سالت نفسي هو ايه ده؟ بحيره اسمها بحيرة مارتشيكا. قولها تاني كده. مارتشيكا. الله، مارتشيكا. اسمع، بحيرة. طب هل في شرحي كله انا جبت سيرة البحيرة؟ هل وانا بشرح المشكلة السياسية دي البحيرة طرف في اي حاجة؟ امال انت حاططها في الخريطة ليه؟ ده حتى الخريطة دي كلها ولا لها لازمة. انت بتوريني مكان مليلة، طب ما مليلة هي عم، صح؟ ما تركزوا يا جماعة. الراجل ده مش حاطط بحيرة مرشكة كده والسلام. الراجل ده حاططها عشان يجيلك في امتحان الثانوية العامة يسألك عن المياه الداخلية، فيقول لك من ضمن المياه الداخلية بحيرة ايه؟ تبقى بحيرة مارتشيكا. يوم الطلبة تبقى مش عارفاها، تقوم تخرج العيال من الامتحان تقول لك ايه الكلام ده مش في المنهج، وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي حط الامتحان كله من بره المنهج. نقوم نجيب اللي حط الامتحان ونعمل له تحقيق، نقوم نقول له ايه مارتشيكا اللي انت جبتها دي؟ العيال ما تعرفش مارتشيكا دي يا جدع، الكلام ده مش موجود في الكتاب. وانا اقول له ده مين قال يا جماعه؟ حضرتك اسمع، مارتشيكا موجوده بحيره في خريطه سبته ومليله في درس المشكلات السياسيه، وعلى الطالب ان يقوم بتحليل كل الخرائط التي وردت في الكتاب. يبقى انا وانا بحلل الخريطه انا بحللها دلوقتي في درس سبته ومليله علشان درس المشكلات السياسيه، ولا بحللها منهج؟ يبقى مارتشيكا دي بحيره مياه
داخلية. تعال نبص على القواعد الثلاثة. أولا هي مياه داخلية لأنها بحيرة، والمياه الداخلية يا إيه يا إيه يا إيه؟ يا بحيرة يا مصب نهري يا خليج، ودي بحيرة. تاني حاجة لأنها كلها جوه دولة المغرب فتقع كلها جوه دولة. تالت حاجة لأنها متصلة بالبحر المتوسط ببوغاز، فتحة بتوصلها بالبحر، يبقى إذا بينطبق عليها كل الشروط. فنبقى عرفنا بحيرة مرتش كأنها بحيرة تمثل منطقة مياه داخلية جوه دولة المغرب. بتفكرني ببحيرة البرولوس وإتكو ومريوط والمنزلة والبحيرات اللي موجودة في شمال مصر. فيبدأ الطالب هنا يقول لي هو أنت بتقول يا مستر مش إحنا كنا بنشرح مشكلات سياسية؟ أقول لك بس خلاص بقى يا جماعة إحنا في نص المنهج الثاني ومشينا فيه شوية، إحنا داخلين على تلتين المنهج وداخلين على 3/4. فبقى كل شيء بنقوله لازم نبص عليه بصة أكثر شمولا ما بينه اللي بيتقال واللي بيتقال على اللي قبل كده. الترم الثاني والمرحلة اللي جاية كلها هي أنت بتجني ثمار اللي أنت اتعلمته واللي أنت فهمته. طيب هو كده المغرب ملهاش موقع استراتيجي؟ مين قال يا فندم؟ هو أنا غيرت موقعها يا فندم؟ صلي على النبي. حضرتك عندك بيتك في بلكونة على النيل، يبقى موقعك استراتيجي على النيل. جيت أنا احتليت البلكونة، يبقى بيتك على إيه؟ على النيل. ولكنك أنت فقدت السيطرة على هذه المنطقة والاستفادة منها، ده موضوع تاني. ولكن المغرب دولة ذات موقع استراتيجي ما فيهاش نقاش. صح الكلام؟ طيب تعالى بقى نبص على المشكلة التانية بس سريعا كده. فكرني بأبطال سبتة ومليلة. 56 ما سمعتش. ومين اللي طلع في مشهد كده اللي عمل تقرير الأمم الإيه؟ الأمم المتحدة. بص يا محترم، المشكلة التانية هي مشكلة إقليم كشمير. أبطال كشمير 1947 1949 ادي الابطال بتوعك. فتبدا تلمح ايه؟ 47 وتقول لا فاكر لما كنت بتعمل دور صغير ثانوي في قصه يبقى انا عرفت ان 47 دي اللي كان بيحصل فيها التقرير الغلط، صح؟ لكن في نفس الوقت عرفت انها دلوقتي بقت هي البطل في قصة كشمير. انت ما بقتش محتاج شرح يا جماعة يربط لك، انت التواريخ هي اللي بتعمل الربط وخلاص القصة خلصانة. طب نبدأ نبص على ايه مشكلة كشمير وايه قصة كشمير دي قبل ما اتكلم عن البطولة وايه اللي حصل في التواريخ والكلام ده. تعال نبص بس هنا كده بصة مع بعضنا. مبدئيا ادي كشمير اهي. ايه دي؟ دي هند يا فندم. انا بس عايز اشاور على حاجه كده عشان اوضح لحضراتكم. الهند اهي. ايه ده يا مستر؟ في ايه؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه ده يا مستر؟ انت بتشاور على الهند كده؟ ايه ده؟ كل ده الهند. يبقى ده هند وده هند وده هند، كل ده الهند يا جماعه. شبه الجزيره الهنديه. الهند دي فيها استعمار. حد عارف استعمار ايه؟ انجليزي. فالحمله الفرنسيه جاءت على مصر لقطع الطريق بين انجلترا ومستعمراتها في الهند. بس انت مش شايف حاجه؟ ان انا وانا بشاور لك على الهند اللي فيها استعمار انا بشاور على حتت لونها ابيض. ده الاستعمار الانجليزي كان مستعمر الكلام. وبعدين الهند دي استعمار انجليزي للهند. الهند بعد كده استقلت. حلو، خبر كويس. استقلت سنة كام؟ 7 اللي هي نفس السنة اللي انا هبدأ بيها القصة بتاعتي. لحظة واحدة، انتوا مش واخدين بالكم من تشابه في حاجة؟ ان انا لما جيت اشرح مشكلة سبتة ومليلة بدأت المشكلة بايه؟ باستقلال. بس استقلال المغرب من الاستعمار الفرنسي. استقلال المغرب من الاستعمار.
الفرنسي. المرة دي القصة بتبدأ باستقلال الهند من الاستعمار الإنجليزي. حلو، دي حاجة كويسة ولا وحشة؟ كويسة. طب فين المشكلة بقى؟ المشكلة إن الاستعمار الإنجليزي وهو ماشي ما مشيش كده وساب الهند. قال لك أنا هحط حدود سياسية في الهند وهقسمها لدول. يخرب بيتك. فقال لك دي كده أنا هسميها دولة باكستان باكستان الغربية، ودي كده هسميها دولة باكستان الشرقية. وانا هعمل التقسيم ده على اساس ديني اثنوغرافي. حدود سياسية هتترسم بشريا على اساس اثنوغرافي ديني. اهل الهند هندوس، اهل باكستان مسلمين. فيبدأ واحد يقول لي ماشي اوكي. لا هو مش ماشي طبعا ولا اوكي، ده مش حاجة عادية، بس هو في نقطة. اخبار كشمير ايه؟ كشمير دي شهرة سياحية عظمة العظمة. اعرفكم على كشمير، احلى حتة في الهند. شهرة احلى مناخ الهند كله حار، مدار السرطان، كل اللي تحت دوت امطار، منطقة استوائية مناخها استوائي، كل الهند حار. عشان تهرب من قرف المناخ اللي في الهند بتطلع ما سمعتش، للشمال، وتروح لمنطقة كشمير اللي مناخها معتدل وفيها مناطق غابات وطبيعة خلابة وطبيعة جبلية. في عندك هنا شوية جبال اسمهم جبال الهيمالايا، الجمال والحلاوة دي. طبيعة جبلية، مناطق غابات، مناخ معتدل. ده كمان مش مصيف عادي، دي مصيف لولاد الزوات، مصيف للي معاهم فلوس. فكشمير شهرة سياحية مش طبيعية، وأحسن منطقة في الهند مناخيا. وفي الصيف الهند مناخها لا يطاق. في الصيف كل الناس بتطفش على كشمير. طيب ايه اللي حصل؟ هو احنا كان ليه مهم نعرف ان كشمير حلوة في ايه؟ عشان لما تحصل عليها خناقة تبقوا فاهمين الخناقة على ايه. تاني، هو ليه المغرب عايزة ثابتة واسبانيا مش عايزة تديها ثابتة؟ بسبب الموقع الايه؟ استراتيجي. يبقى ليه في خناقة على كشمير؟ بسبب الشهرة السياحية. لازم تبقى مدرك ايه الحلو في الموضوع اللي هيكبر الحكاية كده. فاهميني ولا مش فاهميني؟ طيب ماشي، يعني كده بدأنا نفهم القصة، او مش نفهم ايه الموضوع. الموضوع بقى يا فندم ان الابطال بتوعنا 47 49. يلا نحكي القصة. 1947 1949. انت بتشرح ايه يا مستر؟ مشاكل سياسية، وبالتحديد المشكلة السياسية اللي هي مشكلة اقليم كشمير في شمال الهند. ماشي. 47 ايه اللي حصل؟ استقلال الهند من الاستعمار الانجليزي، اللي عمل تقسيم للهند على اساس واثنوغرافي، بالتحديد دين ولا لغة؟ دين. فقام قال لك ان احنا هنقسم شبه الجزيرة الهندية الى هندوس، ديانة هندوسية، وباكستان. وباكستان دي شرقية وغربية ودينتهم مسلمين. في مشكلة كده؟ رد معايا بقى كده وركز معايا، عينك عندي دون وضع كشمير في التقسيم. قولوا الجملة. الحتة اللي ما اتحطتش في التقسيم دي حتة عادية ولا أحلى حتة؟ لو أنت الهند، هو أنت حقك ترجع إيه؟ باكستان. تصدقوا إن الهند ما كانتش مهتمة ولا ترجع باكستان. أهم حاجة عند الهند كشمير، لدرجة إن باكستان لسه باكستان موجودة اللي هي الغربية،
حتى باكستان الشرقيه بقت دوله دلوقتي اسمها بنجلاديش. حق الله ان بنجلاديش بتاعت الهند، وكشمير بتاعت الهند، وباكستان بتاعت كل ده هند، ولكن كل ده تم اقتطاعه منها بسبب الاستعمار الانجليزي سنه 47 وهو ماشي، يعني وهو ماشي بيرازينا لحد اخر لحظه. ولكن الهند مش مهتمه في الليله دي كلها الا بايه يا استاذ؟ بسبب الشهره السياحيه. خد بالك كشمير دي عظمه، يعني عظمه في السياحه. انت في كشمير جبال ودنيا وجمال، وحواليك 4 دول، هند وصين وباكستان وافغانستان، كم جاره؟ 4. يعني حاجه حلوه، منطقه جميله. ولكن لا، احنا ما يلزمناش القصه دي كلها، احنا عايزين نرجع كشمير. فهيبقى في صراع على كشمير بين مين ومين؟ بين الهند وباكستان. كل واحدة من الاثنين، الهند عايزة كشمير وباكستان عايزة تضم. سنة 47 استقلت الهند، مش الاستعمار الانجليزي، وتم تقسيم شبه الجزيرة الهندية إلى هند وباكستان، وباكستان نفسها إلى شرقية وغربية دون وضع كشمير في التقسيم. قول الجملة. قول الجملة تاني. فبقى مين اللي طمعان انه يضم كشمير معاه؟ الهند عايزة تضم كشمير وباكستان عايزة تضم كشمير. فواحد ابن حلال قال لك ايه؟ عينك معاه يا ابني. قال لك مش التقسيم ده كله على اساس ديني؟ ما ترده. طب احنا نشوف اهل كشمير نقول لهم الدين بتاع السكان اللي في كشمير ايه؟ طلعوا مسلمين يبقوا من الاقرب لايه؟ طلعوا هندوس يبقوا الاقرب للهند، صح؟ سكان كشمير طلعوا مسلمين، حاكم كشمير هندوسي. فسكان كشمير هيختاروا باكستان لو اتعرض عليهم السؤال، طبيعي هيتجانسوا اكتر مع الباكستانيين. ولكن حاكم كشمير الهندوسي، هل هذا الحاكم سيقبل انه ينضم لدوله مسلمه؟ رد علي. فحاكم كشمير اختار ايه؟ غلط، اختار نفسه. قال لك ما كله بيتقطع، ودي احلى حته في الليله كلها حضرتك، ما خدها انا ليا واعمل دوله كشمير اللي فيها البونبوني كله والسياحه والدلع والشياكه والدنيا والجبال واعمل خدها انا له خلاص. يا ابن اللعيبه، لا حلوه صح؟ حلوه ولا مش حلوه؟ ضربت في وشه. ركز معايا. يوم الجمعه في كشمير الناس كانت بتصلي الجمعه، وده خيالي يعني، ده ما حصلش، ما اقصدش يعني ان ده حصل. فيوم الجمعه في كشمير بعد صلاه الجمعه في الجامع الكبير في كشمير، واحد قام خارج كده وقام قايل ايه؟ يا اهالي كشمير المسلمين، اتقبلون ان يحكمكم هندوسي قذر يعبد البقره؟ لن يحكمنا هندوسيا بعد اليوم، الى الثوره. فقاموا عاملين ثوره عليه. شافوا مين بقى؟ شافت الثوره ضد الحاكم الهندوسي؟ باكستان، واحنا معاكم. فقامت ثوره. بالمناسبه عايز اقول لكم حاجه بس عشان تتخيلوا هذا الموقف. لو انتوا عرفتوا ان احنا في البساتين هنا في رئيس الحي، هل تقبلوا ان رئيس الحي في البساتين اللي يعتبر بيحكم منطقه البساتين يبقى هندوسي؟ لا طبعا. تقبلي ناظر المدرسه بتاعتك او مديرها يبقى هندوسي؟ رفضك للفكره دي لان انتم مجتمع ايه معظمه؟ مسلم. فنفس الكلام، احنا مش هنقبل ان اللي بيحكمنا يبقى راجل هندوسي. فعملنا ثوره عليه. مين اللي دعمت الثوره بقى على طول لنصره الاسلام؟ باكستان. الحاكم الهندوسي نهار اسود، ايه اللي انا عملته ده؟ لقى شعبه عامل عليه ثوره، شعبه افتراضيا يعني لو كان استقل، تمام، وتساندها دوله خارجيه وهي دوله، هيقدر يسد كل ده لوحده؟ فغير موقفه، طلب مسانده مين؟ فقامت حرب لمده عام بين الهند وباكستان. فقامت حرب لمده عام بين الهند. مين اللي جاب الهند للصراع ومين اللي جاب باكستان للحرب؟ اللي جاب باكستان الثوره.
واللي جاب الهند الحاكم في رايه الاول ولا بعد ما غير رايه؟ فقامت حرب لمده عام بين الهند وباكستان. خد بالك انا اللي بخلقه لحضرتك ده او الجمله اللي انا بقولها دي، قامت حرب لمده عام بين الهند وباكستان. كل اللي انا بشرحه لحضرتك دلوقتي ده كان سنه كام؟ فلما تزود عليهم سنه يبقى 48، يقوم الموضوع يظهر منطقي لان احنا رحنا سنه، يبقى السنه اللي وقع في النص هي سنه الايه يا استاذ؟ سنه الحرب، صح كده؟ فشوف التواريخ حتى لما بتترصد بتجعل الامور منطقيه. فاهمين يا جماعه؟ في منطق في الموضوع. طب انت فهمتوا اللي انا قلته 47؟ باللي انا عملته دلوقتي في 47 انا مش مدرس. انا مش مدرس، انا راجل بحكي بطريقه ممكن تبقى طريقه دمها خفيف، طريقه دمها تقيل. المهم انا لا اصنف في اللي انا عملته في 47 دلوقتي ان انا مدرس. انا اصنف ان انا راجل بقول حكاوي. فهمتوا اللي انا قلته في 47؟ ردوا عليا. ولكن مش كلكم هتعرفوا تعبروا عنه زي بعض، لان القدره عن التعبير بتختلف من شخص لاخر، صح؟ ده حتى ان في ماده في جزء في العربي اسمه تعبير، بنختبر فيه قدرتك على التعبير. فكون انك تبقى فاهم ده موضوع، لكن انك تعرف تعبر دي شغلة مدرس. شوف بقى 47 دي انا ازاي هعملها لك دلوقتي تدريس، تيتشنج، مش حكاوي. او ما اقول لك بص طبعا انت عارف الحكايه خلاص، صح ولا لا؟ التدريس بقى 47 دي تقسيم ديني، ثورة دينية. بس كده بقى انت بقيت ماسك الخطوط. ايه اللي حصل في كشمير في الهند سنة 47؟ حصل لها تقسيم ديني. سمعني كلمة، حصل لها الى هند وباكستان شرقية وغربية، صح؟ هند هندوسية وباكستان مسلمين، صح؟ دون وضع كشمير في التقسيم، صح؟ ما ترد عليا. حاكم كشمير الهندوسي فكر انه يستقل بقى، فقامت ضده ثورة ولا ثورة دينية؟ يبقى تقسيم ديني وداك تقسيم ديني وداك ثورة دينية. فعمل ايه الحاكم؟ ثبت على رأيه ولا غير رأيه؟ طلب مساندة، والثورة الدينية سندتها دولة، فقامت حرب المدة بين الهند. ايه اللي حصل دلوقتي؟ هل انا شرحت حاجة جديدة؟ امال انا عملت ايه؟ انا حطيت الموضوع انك تبقى ماسكه من ايه هيوصلك لايه، صح؟ فالحتة الصغيرة دي تدريس. لكن انا لو قعدت اكمل في القصة بروايتها الجميلة انت هتخرج مبسوط، لانك في الاخر بتسمع حكاية، والحكاية ظريفة، وقد يكون ملقي الحكاية اسلوبه حلو. فمدرسين التاريخ اسلوبهم حلو، لكن الاسلوب في الحكاية حاجة والشرح دي قصة تانية. ده علم، التدريس ده علم مش فهلوة. تقوم تقول لي طب وايه اللي حصل 49؟ او ما العبها معاك تاني، احكي لك اللي حصل 49، احكي لك مش اشرح لك. حصل 49 ايه بقى يا استاذه؟ الحرب دايره، فجت منظمه الامم المتحده لقت طبعا لما اقول الامم المتحده اصل الانسان سيره، والسيره دي سيره قويه ولا سيره عره؟ عره حضرتك. امم متحده دي عره، لا بتهش ولا بتنش ولا عندها قوه عسكريه تنفذ كلامها ولا حاجه. ولكن الامم المتحده لقت الحرب شغاله بين الهند وباكستان على اقليم ايه؟ قالت لهم يا جماعه في، يا جماعه في، يا اخوانا عيب كده ما يصحش. ايه هند؟ يا باكستان في ايه؟
كل ده على حته كشمير كده ما يصحش فيه. وقفوا وقفوا، خلاص خلاص خلاص، انتوا بقالكم سنه بتقطعوا في بعض، نحلها بقى ان شاء الله. بصوا بقى، احنا نقسم كشمير. احنا كده هنقسم الهند ولا الحته الصغيره اللي اسمها ايه يا استاذ؟ هنقسم كشمير، نقسمها تقسيمه كده، وهنقسمها على اساس وقف اطلاق النار. خط وقف اطلاق النار. مش احنا وقفنا الحرب خلصت ولا وقفناها؟ يبقى الحدود اللي احنا بنعيشها دلوقتي حدود غالب ومغلوب ولا حدود هدنه؟ هدنه. ها، حدود هدنه في اسباب ترسيم الحدود السياسيه. ها، بفكركم اهو، حدود هدنه، واحنا بنوقف هنا حدود هدنه. طيب خلاص، تمام. انت يا هند واخده قد ايه من كشمير؟ لان قالت لك انا واخده تلتينها، تلتين كشمير. يبقى مين اللي محقق انتصارات اكتر في الحرب؟ الهند. والتلت اللي متبقي ده بتاع باكستان. خلاص يا هند استرضي، انت كده خدتي التلتين، وانت يا باكستاني معاكي تلت اهو، كسبتي كملت معاهم في الحرب، يدوكوا عن عينك الاختار كلها. خلاص تمام. وقف اطلاق النار، تقسيم كشمير لتلتين وتلت، على اساس وقف خط اللي خد حاجه في الحرب ياخدها. خلاص يلا سلموا على بعض. يلا سلام باي. وقامت ماشيه الامم المتحده، هي اتضيرت من هنا كده ثم استؤنف القتال. هفق قوي يعني، ما سابوهاش اسبوع، ثم تجدد القتال. فرجعت تاني الامم المتحده، بصت لقت القتال، يا ولاد الكلب يا رمم. فرجعت تاني الامم المتحده، فقامت عامله وقف اطلاق النار، وقف اطلاق النار، وتجريد كشمير من السلاح. اطلع لي بسلاحك انت وهي يا هند وباكستان. ما انا مش ضمناكوا شات عرر. امشي تاني تقوموا مكملين مدورين في بعض الضرب. تجريد كشمير من السلاح. ايه؟ وهتقسميها تاني ما بيننا؟ انتوا عرر كلاب، مش هقسم حاجه ما بينكم. انا هروح لاهل كشمير الجمال وهعمل لهم استفتاء محايد برعايه الامم المتحده. واقول لهم يا اهل كشمير يا امارات، ها يا اهالي كشمير يا جمال، تحبوا تختاروا تنضموا للهند ولا باكستان؟ يبقى انا بديهم حق تقرير المصير اللي كان بينادي بيه الرئيس ويلسون في عصبة الامم. عليكم في منهج التاريخ والله. خلاص ماشي اهي. وهعمل لكم استفتاء محايد، استفتاء اخد رايكم محايد برعايتي انا الامم المتحده. طب كلنا عايزين نعرف نتيجه الاستفتاء وايه اللي حصل بعد الاستفتاء. كتاب المدرسه كبس الكبسه زي الخرا، قال لك ايه؟ ولا تزال المشكله قائمه حتى الان. طب يا حاج الاستفتاء حصل ايه؟ لا مش هقول لك والله. طب بعد الاستفتاء النتيجه اتعملت ولا والله مش هقول لك. طب ثواني بقى، تعالوا احنا نعمل اللي كتاب الوزاره ما قالوش. ايه؟ بالعقل كده الاستفتاء ده الناس هيختاروا ايه؟ لان معظمهم متجانسين اكتر مع سكان باكستان لانهم مسلمين زي بعض، صح ولا ايه؟ واثنين طلعت النتيجه. ايه؟ هل فعلا كشمير هتنضم لباكستان بناء على نتيجه الاستفتاء؟ لان مين اللي عمل الاستفتاء؟ ليه عندها قوة عسكرية تنفذ كلامها ولا هفا؟ الأمم المتحدة إيه؟ الأمم المتحدة إيه؟ على فكرة هي مش على طول هفا، هي بعد سنة 90 مش هتبقى هفا، بس دي المرحلة اللي هي ما عندهاش قوة عسكرية فما تقدرش تمشي كلامها. ولا تزال المشكلة قائمة حتى الآن. فهمتوا اللي حصل؟ اللي أنا حكيته دلوقتي حكيته. تاني، اللي أنا عملته دلوقتي ده مش شرح. ده ايه؟ حكايه. تعالى بقى نشوف ده بيبقى ازاي تاريخ، شرح تاريخ. احنا سنه كام؟ لا ما سمعتش. سنه كام؟ بص بقى يا معلم بقى، تقوم تقول ايه؟ 49 متحده تقسيم كشمير، متحده استفتاء محايد، بس خلاص. يبقى سنه 49 متحده دخلت كم مره؟ المرة الأولى وقفت القتال وعملت تقسيم. تقسيم إيه المرة دي؟
كشمير على اساس وقف اطلاق النار تلتين وتلت، ثم تجدد القتال، دخلت الامم المتحده تاني وقفت اطلاق النار، جردتهم كشمير من السلاح، وقامت عامله حاجه اسمها استفتاء محايد لاهالي كشمير على اساس مبدا حق الشعوب في تحديد مصيرها، ولا تزال المشكله قائمه حتى الان. ولا تزال المشكله قائمه حتى الان. يبقى ازاي اتعامل مع مشكله كشمير؟ ما تصلوا بينا على النبي. مشكله كشمير لما اقراها كده، اولا انا متذكر ان كشمير دي حلوه ليه؟ عشان السياحه. القصه بتاعتها كام 47 49 47 الخطوط بتاعتها تقسيم ديني هيوصلني لثوره دينيه، تقسيم ديني يودي. مين اللي هتتقسم ديني؟ الهند كلها، صح؟ هيوصلني لثوره ايه؟ وبعدين تقوم حرب لمده عام بين الهند، وبعدين اروح ل 49 متحده متحده تقسيم متحده استفتاء محايد. اللاينات دي هي اللي المفروض انا اطلعها لنفسي في المذاكره، والتواريخ تبقى الابطال، واللي المدرس المفروض من البدايه يخرجني عارفها، فاروح اذاكرها، افتح الملزمه الاقي اللاينات دي قدامي. طيب في هنا دلوقتي حالة فرضية ان احنا برنامج لميس الحديدي، فهنجيب واحد باكستاني وواحد هندي، هي مستضيفاهم هما الاثنين. ارجوكم ركزوا في اللي انا هقوله ده، خلاص؟ فهي بتقول له انت ليه يا بتاع باكستان شايف ان كشمير من حق باكستان، وليه يا بتاع الهند انت شايف ان كشمير من حق الهند؟ فاهمين يا جماعه انا بقول ايه؟ ردوا عليا. طيب فالراجل بتاع باكستان هو اللي اتكلم الاول، قال لا طبعا باكستان يا مدام تبعنا، مدام لميس، باكستان طبعا، كشمير لازم تبقى تبع باكستان. قالت له ليه يا فندم؟ قول يعني حضرتك، بصوتها المسرسع ده. ف قال لها بص يا مدام، اولا في تجانس سكان، احنا واهل كشمير متجانسين كده، هم مسلمين واحنا مسلمين غالبيتهم، ده غير ان المنطقه دي كلها منطقه جبال، كشمير منطقه جبال الهيمالايا، صح؟ فالمفروض ان التواصل كده والاتصال بين السكان مش حلو، بس احنا بيننا وبينهم حدود طويله، حدود فيها خط سكة حديد نقل ومواصلات يربطنا ما بيننا وما بينهم. فأهالي كشمير أقرب يبقوا تبع باكستان عشان الدين وعشان الاتصال والتجانس وخط السكة الحديد والحدود الطويلة. ما انت بتقول يا مدام؟ قالت له والله انت كلامك زي الفل. الله طبعا. فرحنا بقى سألنا الراجل الهندي اللي انت بقى شايف ليه ان المفروض ان كشمير تبقى بتاعت الهند. قام ضحك كده ضحكه هندي مش عارف وصفها ايه بصراحه، وبعدين رد انا بعتبره اقوى قصف جبهه في المنهج. فقال له كشمير لازم تكون تبع الهند ليه يا مدام لميس؟ كنت قاعد مع عمرو جوزك وسألني نفس السؤال، فأنا قلت له حاجة جميلة قوي، بس أنا هقول لحضرتك حاجة تانية دلوقتي. قلت له خير اتفضل. قال لي شفت خط السكة الحديد اللي كان بيتفشخر بيه الهند اللي عاملاه. خط السكة الحديد اللي على الحدود الطويلة اللي بين الهند اللي بين كشمير ده أصلا تنفيذ شركة هندي. ده غير ان اصلا كشمير وباكستان كانوا بتوعنا يا واطي. فواضح ان في حته هنا كده. بس انا عندي بقى سؤال
يبقى استناد باكستان الراجل الاولاني كان بيعتمد على افكار مين؟ كلين. الهدف الداخلي للجيوبوليتيك هو بيستند على ان كشمير تبقى باكستانيه باعتبار درجه التجانس اكتر. الله، انت بتشرح ايه بقى؟ شوف انا بشرح ايه وامتى والكلام بقى موديني فاهمين؟ طب بلاش دي. بص كده، بص كشمير اهي. مش كان الحاكم الهندوسي عايز يخليها دولة؟ ماذا لو نجح؟ ماذا لو نجح؟ يعني ما كانتش قامت عليه ثورة دينية، ولا كان ساندع، ولا غير موقف، ولا قامت حرب لمدة عام بين كل ده. مش حصل. كان الكشمير دي هتبقى دولة موقعها بالنسبة لليابس والماء؟ داخلية حبيسة ما عندهاش بحر. يعني السياحة هناك سياحة شاطئية، ولا السياحة هناك سياحة جبال وتزلج صح؟ ومناطق طبيعية خلابة. ماشي. شكلها هيبقى مندمج منتظم. عدد جيرانها كام؟ 4. هند وصين، باكستان، افغانستان. موقعها تضاريسه جبليه، جبال الهيمالاي. فاهمين يا جماعه ولا مش فاهمين؟ فده كله استنتاج وتحليل لو كانت كشمير بقت دوله. فلقيتني بشرح في الوحده الاولى في الموقع الجغرافي صح، وفي المقاومات الطبيعيه. ما عادش يا جماعه في حصه دلوقتي يا محترم بتتشرح زي ما هي. فاهمين يعني زي ما هي؟ يعني انا ما ينفعش وانا داخل اشرح لكم النهارده اشرح لكم مشكلات سياسيه، ماليش دعوه، هي ثابته ومليله وهو كشمير ولا نروح. ما عادش ينفع كده. كله بقى قاعد كده وظهره لورا عشان اللي انا هقوله دلوقتي. اظبط قعدتك كده وظهرك لورا. وانت بتشرح مشاكل سياسية بس كده، ثابتة ومليلة، وكشمير ومشاكل ناس اسمهم الرعاة. الرعاة دول أنا هشرحهم الحصة اللي جاية، بس أنا هجيب سيرتهم النهاردة. مشاكل الرعاة دول اللي هم بيرعوا غنم أو بيرعوا بهايم، ثروة حيوانية يعني، في مناطق الرعي اللي هي حشائش، اللي هي نبات طبيعي. فهقول حاجة دلوقتي ولا تتعجبوا أبدا من اللي أنا هكتبه على السبورة. معلش استغربوش. جغرافيا تانية ثانوي. فالمفروض اللي أنا هقوله دلوقتي يبقى حضراتكم أول مرة تسمعوه ولا أنتوا عارفينه؟ طبعا طلابنا عارفينه أكيد. ولادنا حبايبنا ما نهزر. فممكن حضراتكم تنتبهوا معايا بعد إذنكم، عشان هقول حاجة أنتوا عارفينها جدا. أنا هشرح حاجة اسمها الحمولة الرعوية والرعي الجائر، لو سمحتوا عارفينها. فكله ينتبه. القصة كلها ببساطة شديدة يا أستاذ يا محترم، القصة كلها ببساطة شديدة إن دي منطقة مراعي، حشائش، شو حشائش، المهم إنها مراعي أهي. أنا بحب ألونها اللون ده، بحب ألون الحتة دي. يا مراعي. فحضرتك راعي الغنم واقف هنا كده، معاه شوية بهايم، معزتين، بقرتين، كله. فهم بياكلوا النبات الطبيعي اللي هنا اللي هو بيزيد ولا بيقل؟ فهيسيبهم ياكلوا لحد ما تخلص؟ لا،
لازم يسيب البذور موجودة، فتبقى المنطقة دي لها حاجة اسمها حمولة رعوية. يعني الحتة دي تستحمل كم بهيمة تاكل كم يوم، لان ما ينفعش ناكل لحد اللون الاخضر ما يختفي، لان لازم اسيب بذور عشان ده نبات طبيعي، تقوم تمطر يقوم ينمو تاني. فخلاص بعد فتره كده الحموله الرعويه هو الراجل فاهم، فيقوم يقول للمعزتين والبقر يلا هنتحرك، فنقوم رايحين هنا كده يقول لهم يلا اقعدوا كلوا هنا. يسيبهم فتره حموله ايه؟ رعويه، يقول لهم يلا ناكل هنا. وبعد شويه كم اسبوع يلا نروح ناكل هنا. وبعد فتره يلا اتفضلي كلي هنا يا اختي يا معزه انتوا. حتى المعزه قالت ما خلاص بقى، ما احنا قاعدين هنا وخلاص. يوه ما هو لسه فيها ما. لا راجل فاهم. ها كله وبعدين يرجع لنفس المكان اللي كان فيه، فيلاقي الحشائش حصل لها نمو تاني، لانه نبات ايه يا ابن الحلال؟ طبيعي، ولانه التزم بالحمولة الرعوية، والحركة بتاعته حركة دائرية، فتبقى بيسموها الدورة الرعوية. ولو ما التزمش بده، انتبه بقى، لو ما التزمش بالدورة الرعوية وما التزمش بالحمولة، فساب المعز قالت له طب مش عايزه اتحرك ده، انا خليكي قاعده. فقعدوا ياكلوا وهو خلاصين الحكايه كلها. يبقى اخونا ده لما يلف ويرجع هيلاقي الحشائش نام التاني. يبقى نوع الرعي اللي هو بيعمله بقى اسمه راعي ايه؟ جائر. الكلام ده في منهج تانية سنة. واحد يقول لي طب يا مستر اللي انت بتقوله ده هنحتاجه احنا في ايه؟ اقول لك انا هنحتاجه في ايه بقى؟ انتبه لي بقى. الرعاة عايشين في المنطقة اللي انا بشرحها اللي هي المراعي دي، اللي هي تعتبر اسمها منطقة ايه؟ تخوم. يعني هي بتاع الدولة؟ لا، في هنا دولة اسمها دولة واحد، وفي هنا دولة اسمها دولة، واللي بينهم دي منطقة ايه يا معلم على شرحي؟ منهج ثالثة ثانوي، سمع لي دي ايه؟ تخوم. صح، ردوا. فجت الدولة واحد والدولة اتنين قرروا ان هم يقعدوا مع بعض ويقوموا عاملين حدود سياسية كده اهو. فقاموا بانيين سور. فاخونا خد المعزتين بتوعه وراح بيهم هنا. هو لسه في الدولة رقم كام؟ فوهو رايح هنا لقى هنا كده في سور وفي معبر وفي ضابط. فقول له انت رايح فين؟ قال له رايح فين؟ رايح هناك. قال له انت كده بتعدي دولة تانية. قال له يعني ايه دولة تانية؟ قال له دولة تانية في هنا حدود سياسية. باسبورك؟ باسبوري حضرتك. باسبورك. وقال له مين اللي معاك دول؟ قال له دول المعزتين بارتين بتوعي. خلاص؟ قال له باسبورهم؟ يا عم انا حضرتك بقالي 20 سنة بشتغل هنا راعي غنم، دورة رعوية، ما اعرفش اللي انت بتقوله ده. فقال له لا سوري والله مش. قال له ما يبقى المشكلة هنا ان احنا اترسمت حدود دون مراعاة لحركة الرعاة على جانبي الحدود. قول الجملة: ترسيم حدود دون لحركة على جانبي الحدود. دي مشكلة ولا مش مشكلة؟ نقوم الدول اللي رسمت حدود عايزة تحلها. الدول اللي رسمت حدود عايزة تحلها، وده حصل فعلا. يعني دي كانت دولة موريتانيا ودي دولة مالي، او موريتانيا والسنغال. المشاكل دي حصلت فعلا في بين الدول دي. طب الحل ايه؟ قال لك احنا هنعمل ID، كارنيه لراعي الغنم. ركزوا بقى في اللي انا هقوله ده، ابوس ايديكم عشان خاطري.
كارنيه اي دي، يقول انت فلان، انت راعي غنم، تمام، اسمك كذا، بتتنقل من دولة مالي وتدخل دولة السنغال مثلا، وعلى ظهر الكارنيه ثروته 2 بقرة، 2 معزة، 2 جاموسة، ونصورهم عشان. فهو داخل بيدخل من على السور ولا من المعبر؟ فيقوم يدخل من المعبر اللي هنا اللي هو هسميه معبر ألف. احنا كده بننظم حركة الرعاة، فلما يقابلوا على السوق على المعبر الضابط هيقول له باسبورك ولا كارنيهك؟ يقول له انا راعي غنم. يقول له فلان الفلاني، تمام، بص على الظهر المهزتين هم مظبوط، اتفضل خش حضرتك. وكاشفين عليهم، تاكدين كده مفيش سرقة مفيش أي حاجة، كاشفين عليهم صحيا، علشان على المعابر احنا بنحافظ على صحة المواطنين، صح ولا ايه؟ المهم البيه ده دخل من معبر ايه سمعني؟ ألف، من معبر ايه سمعني؟ طب هو هيرجع منه تاني ولا هيكمل كده يكمل كده يكمل كده يكمل كده؟ هيرجع من هنا. الله، يبقى لازم يتكتب له في الكارنيه انه هيدخل من مناطق معينة ويخرج من من معابر تانية، صح؟ لانه ماشي عشوائي ولا بدورة رعوية، وبيلتزم بحاجة اسمها الحمولة، بيلتزم بحاجة اسمها ايه؟ بيلتزم بحاجة اسمها الحمولة الرعوية. فلما رسمنا الحدود دون مراعاة لحركة الرعاة، قولها تاني قولها تاني، ها؟ دون مراعاة لحركة الرعاة، كنا لازم نعالج المشكلة دي، صح؟ عالجناها لما نظمنا حركة الرعاة من المعابر وحددنا المعابر ومناطق ارتجاعها. رد عليا، المعبر اللي بيعبر منه هو اللي بيرجع منه، لانه بيلتزم بحاجة اسمها الدورة، وكل منطقة ليها حاجة اسمها الحمولة الرعوية. فهمتم الكلام ولا لأ؟ وصلت؟ يبقى السؤال هنا وانا بشرحه لك حدود في منهج سنة ثالثة، انا محتاج الكلام بتاع منهج سنة تانية. فهمتم حاجة ولا فهمتوش حاجة ولا؟ والله شكلكم انتوش فاهمين حاجة وهتودونا في داهية. طيب ماشي كويس. الحصة الجاية بقى اكمل لكم قصة مشاكل الرعاة الجميلة، وهو ده اصلا موضوع الحصة الجاية، ونبدأ نخش على مشكلات سياسية ذات ابعاد اقتصادية ونقولها الحصة الجاية. بس عايز اقول لكم حاجة بس لطيفة جدا، هو راعي الغنم هنا او هنا كان بيدفع ضرايب لما كانت، لكن بما انه بقى بيمارس حرفة الرعي وفي كام بلد، فبقى بيدفع ضرايب للدولتين. فمن ضمن مشاكل الرعاة ان هم بقوا بيدفعوا ضرايب، لان المنطقة اللي هو فيها بقت منطقة نفوذه، ما بقتش تخوم اصلا، دي بقت تابعة لدولة تانية. فايه مشاكل الرعاة؟ دفعوا ضرايب. وايه المشكلة التانية؟ ان اترسمت لهم حدود سياسية دون مراعاة لحركة الرعاة، دون مراعاة. فجينا نعالجها، فقمنا منظمين حركة الرعاة على جانبي الحدود، ومحددين الرعاة وثروته الحيوانية والمعابر ومناطق دخوله ومناطق ارتجاعه، هيدخل منه ويرجع منين. كل ده كان في سبيل الحل لهذه المشكلة، وده كله هقوله بقى الحصة الجاية بسرعة من غير التفاصيل دي، لان خلاص انتوا كده بقيتوا فاهمين ايه حمولة رعوية، بقيتوا فاهمين ايه دورة رعوية، ولو ما التزمناش بده نعمل راعي جاء. شكرا.